لكن ما شاطش، سلم الكرة عند اشرف مع الكرة، اشرف يرجع مرة، يا ولد الف مبروك للنادي الاهلي، وانا مش اهلاوي، وهارد لك لنادي الزمالك وانا مش زملكاوي. زي بالظبط واحد نجح فبنبارك له، وواحد ما نجحش فبنواسيه ونقول له معلش. بعيد بقى عن الاهلي والزمالك، انا مش عاوزك تنام قبل ما تصلي الركعه دي. هتقول لي ركعه ايه؟ صلاه العشاء يعني؟ هو صلاه العشاء يا راجل ركعه؟ صلاه العشاء 4 ركعات فرض عليك، لازم تصليها قبل ما تنام، ده لازم. لكن الركعه اللي بقول لك عليها دي برضه هتصليها بعد العشاء وقبل ما تنام او قبل الفجر ما يأذن، هي ركعه واحده بس، اسمها ركعه الوتر. انك انت بتقول الله اكبر وتقرا سوره الفاتحه، وبعد كده تقرا قل هو الله احد اللي هي سوره الاخلاص، او تقرا اي حاجه من القران، ولكن السنه انك انت تقرا سوره الاخلاص بعد سوره الفاتحه، وتركع وبعد كده تسجد سجدتين وتسلم بعد التشهد. دي اسمها ركعه وتر. الركعه دي ربنا بيحبها، ولو انت صليتها ربنا هيحبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وتر يحب الوتر. وتر يعني واحد، بيحب صلاه الوتر. فبالله عليك لو انت بتحب ربنا صلي صلاه الوتر قبل ما تنام، وريد بقى توصل الكلمتين دول لغيرك، عشان غيرك لما يسمع الفيديو فيصلي الوتر فيكون في ميزان حسناتك، فالدال على الخير كفاعله. واوعى تنسى دايما تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.